الله الرحمن الرحيم. النهارده هنبدأ محاضرة جديدة عن الليبيد. المحاضرة دي هي تعتبر بارت 2 بتاعة الليبيد. انا عارفه ان انا كنت منزله بارت 1 وبارت 2 اصلا اوريدي، بس انا اكتشفت ان هو لازم يتحط بارت 2 بين البارتين اللي انا منزلاهم، فده يعتبر بارت 2. والقناه كده كده فيها بارت 1، فيها التانية بقى هخليها بارت 3. فاللي ما شافش بارت 1 يا ريت يروح يشوفه بسرعه، تمام، علشان يرجع معانا هنا، لان الحصه ديت هي متوقفه على البارت 1 قوي، يعني اللي مش فاهمها مش هيقدر ان هو يستوعب معايا بارت 2. احنا هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على البروبرتيز بتاعه النيوترال فات. ايه هي صفات النيوترال فات؟ احنا المفروض ان احنا اخدنا النيوترال فات وعرفنا خلاص ان النيوترال فات عباره عن ايه، وايه اشكاله، وايه السكيمات بتاعته، وازاي بنعملها. طيب السؤال ده متوقع قوي، سواء كسؤال بصفه عامه، يعني السؤال الاساسي ده، او سواء الحاجات اللي هي تحتيه دي. طيب فطبعا زي ما احنا متعودين ان قبل ما انا اشرح كل واحده بالتفصيل، فانا بحتاج ان انا اعمل سكيمه عامه كده نفهم احنا بنعمل ايه اصلا، تمام، وبعد كده انا ابدا ان انا اشرح كل حاجه لوحدها. انا قسمتهم لثلاث حاجات، ان حاجات تافهه، حاجات تافهه جدا سميته تافه، يعني حاجات يعني هتاخد منه درجات كده من لا شيء، وحاجات بقى عباره ان هو الهيدرولايز اللي هي التكسير، تمام، فتكسر بحاجه معينه فتحول لحاجه معينه، والتكون هي شويه عمليات، يمكن دي اصعب حاجه علشان ان احنا ان احنا نحفظها او نفتكرها. طيب نحاول كده نفهم، طبعا احنا مفيش صعب في قدامنا، منطقي يعني. التافه تافه، شوف المعلومات الصعبه قوي دي. ان اول حاجه، والله خير اللهم اجعله خير، ان احنا عندنا نيوترال فات عباره ان هو maybe oil، تمام، or fats. شفت المعلومه الصعبه دي؟ بس دي تاخد عليها درجه، دي هي معلومه صح. طيب شوف بقى المعلومه الثانيه، والله معلومه صعبه قوي، لا صعبه قوي، استغفر الله العظيم ربنا عرفت. وهي ان الاويل ار ليكويد، تمام، بس خد بالك هو ليكويد، تمام، عند الاوردينري تمبريتشر، تمام. شوف المفاجاه رقم 3، ان الفات هو عباره ان هو سوليد عند الاوردينري تمبريتشر. طب اللي مش فاهم يفهم معايا، حضرتك عندك زيت وعندك سمنه، يعني بمنتهى البساطه، فالفات عباره ان هو يا زيت اويل يا فات اللي هو سمنه. الاويل لو كان في الاوردينري تمبريتشر بيكون ليكويد، والفات اللي هي السمنه في الاوردينري تمبريتشر المفروض بتكون سوليد. عندي هي الهيدرولايزد. هيدرولايزد يعني معناها ان هو بيتكسر. طيب بيتكسر ازاي؟ بيتكسر بحاجتين، يبقى ادي نقطتين عندنا، رقم 4 ورقم 5. رقم 4 ان هو بيتكسر عن طريق الهيتنج اللي هي الحرارة معاها الكلاين، تمام. ورقم 5 ان هو بيحصل له هيدرولايز، بس المرة دي باي، تمام، بنكرياتيك لايبيز. على فكرة يا جماعة انا نسيت حاجة مهمة جدا جدا جدا، ايه اللي انا لايبيز، المهم نسيت حاجة مهمة قوي قوي هنا في التافه. احنا كان ممكن نزود نقطة كمان، 4 تافهة اكتر من كل اللي فات. وهي ايه بقى؟ وهي ان احنا عندنا شوفوا ان الفات ماشي او كله، يعني سواء فات او اويل، كلهم نقول عليه they are، تمام، مالهم؟ شوف insoluble in water و soluble، تمام، in solvent، زي البنزين مثلا في الفات solvent. شوف اكتبها ازاي، و soluble in بنزين، يا ماشي انتوا سمعتوني خلاص. ايه رايك؟ يعني هو ما بيدوبش في الميه، ودي حاجه احنا واخدينها اصلا من ابتدائي، الزيت لا يختلط بالماء، تمام، لكن ممكن ان هو يدوب في البنزين. فدي رقم 1 2 3 4 5، هنخلي دي 5 وهنخلي دي 6. انا جبت لك 6 نقاط اتفه من بعض. طيب اخر حاجه عندي هي التكون. نجيب دي تاني خالص اخضر بقى المره دي، ونقول ايه هما. عندي اول حاجه ان انا ممكن اعمل فيه هيدروجينيشن، تمام. طب ازاي؟ ايه اللي بيحصل؟ كل ده انا هشرحه بالتفصيل، بس احنا بناخد كده بشكل عام. سوري على الحفله اللي انا عاملاها هنا دي، بس ما علينا. طيب تاني حاجه ان انا ممكن ان انا احط هالوجين، تمام، تو اويلز، هيطلع لي تكون معين، تمام كده، وهنشوف دلوقتي ازاي اللي هيحصل فيها. اخر حاجه عندي وهي ايه؟ وهي الرانسيديتي، اللي اسمها التزنيخ، اسمه رانسيديتي. والسؤال ده مهم جدا جدا لان ظاهره معروفه جدا. 5 6 7 8 و9، يبقى تفاصيل على اول حاجه. طبعا ما يجيش حد ذكي يقول لي يلا اول واحده اللي هي ميبي اويل اور فات، والله انت مستنيني يعني اشرح اقول ايه.
تمام. طيب ايه اول واحده احنا هنتكلم عليها؟ وهي رقم 5. والله انا مش عارفه الارقام المركبه دي 5 تقريبا. وهو هيتنج ذات الكالاين عن طريق، او الالكالايز عن طريق الهيدرولايز. طيب ازاي؟ احنا عندنا ادي فات جميل اهو ولطيف وظريف. ادي الفات اهو، ايا يكن ايه نوع الفات ده، او نيوترال فات عموما. تمام، ادي نيوترال فات. والله بقى على حسب هو ايه. انا عامله ار علشان على حسب نوعه، يعني الار ده مش موضح نوع معين. وادي الجليسرول اهو، ادي الجليسرول اللي رابط بالفاتي، تمام، بالفاتي اسيد. وده عباره ان هو ايه؟ ده صوديوم سولت. تمام، انا اخترت الصوديوم سولت، وده نوع من انواع الالكاليز. طيب احنا حطيناه على هيت، وحطينا الماده دي، يعني الماده دي احنا ضفناها اهي وحطينا، تمام، هيت. ونشوف بقى العمليه اللي هيحصل تكسير. تمام، هينتج من ايه التكسير ده؟ هينتج ايه؟ تعالوا نشوف كده هينتج ايه. هينتج فري جليسرول. تمام، ادي خد بالكم احنا معانا 3 من الصوديوم سولت ده، 3 اهو، ماشي. فهينتج تكسير، هنحط اهو الفري جليسرول. ادي الفري جليسرول اهو، تمام. وهينتج ان الصوديوم هتروح تمسك في الفاتي اسيد، يعني هيطلع 3 ار اهو، 3 ار، تمام كده، على حسب النوع اللي عندي. ار ده معناها النوع بتاع فاتي اسيد. وادي السي او، تمام، وحطينا عليها الصوديوم بالشكل ده اهو يا سيدي. ادي الصوديوم، تمام. النتيجه دي اسمها ايه؟ النتيجه دي اسمها ايه؟ ها، اسمها صوديوم سولت. هو صوديوم سولت اوف فاتي اسيد، اسمها صوديوم سولت اوف فاتي اسيد. يعني بمنتهى البساطه، ادي الفاتي اسيد اهو، وادي الايه؟ الصوديوم سولت. ليه اسم تاني بقى؟ وهو ده فايده الليله دي كلها اصلا. سوب. ايه ده؟ صابون؟ ايوه صابون. ودي حضرتك الميكانيزم بتاع تكون الصابون. مش دايما يقول لك الزيت القديم بنعمل بيه صابون؟ احنا بنعمل بيه صابون بقى بالطريقه دي، ان احنا بنحط عليه سولت معينه وبنعمله بالهيتنج، تمام، فيطلع لنا السوب. السوب ده اللي هيطلع لنا هل صابون سائل ولا صابون عادي؟ انت بتهزري؟ لا والله ما بهزرش. هو فعلا بيطلع اوردينري سوب عادي، ولا السوفت سوب اللي هو السائل؟ لا، ده الاوردينري سوب، ده الاوردينري سوب. الله، طب السائل العادي اللي هو بنسميه السوفت سوب عباره عن ايه؟ تعالوا نتكلم عليه هنا كده سريعا. السوفت سوب اللي هو الصابون السائل، وهو بدل ما ان انا بتكلم على الصوديوم سولت، انا بستعمل فيه بوتاسيوم، ماده البوتاسيوم سولت، فيطلع عندي صابون سائل. وبكده احنا اتكلمنا على اول واحده. تاني حاجه هنتكلم عليها وهي الهيدرولايز بتاعه البنكرياتيك لايبيز. تمام. طيب احنا عندنا فاتي اسيد اهو، تمام، بيحتاج 3 من الميه، وبيحتاج حاجه اسمها بنكرياتيك لايبيز. يبدو كده من اسمها ان هي حاجه موجوده في البنكرياس، انزيم موجود في البنكرياس. طيب تحبوا كده نقول بسرعه كده ايه اللي يخلي ان الانزيم بتاع البنكرياس ده يقابل الفات ده ويعمل ايه بالظبط؟ طيب هقول لكم، خلينا بس ناخد ايه اللي هيحصل. احنا بنحتاج 3 ذرات من الميه، تمام. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان حضرتك ان هي بتتعمل فري جليسرول. هيطلع عندي فري جليسرول بالطريقه ديت، تمام اهو، ادي فري جليسرول، وهيطلع عندي 3 فاتي اسيد. الله، طب وليه بقى؟ يعني ليه الليله ديت بتحصل؟ تعالى افهمك ليه الليله ديت بتحصل. بص يا سيدي، حضرتك لما بتيجي تاكل الاكل كده بينزل اهو، وبعدين بيقابل المعده، وبعدين الديودينم اهو، الاثنى عشر، اتمنى اكون اسمه صح. طيب المهم ان احنا عندنا في بنكرياس في الحته دي كده، تمام. البنكرياس ده حضرتك لما بتيجي تاكل الفاتي اسيد، او سوري بتاكل نيوترال فات، بتاكل حاجه دهون، واحنا قلنا ان الدهون، تمام، لا تختلط مع الماء، ان هي مش سوليبل للماء، تمام، فمش هتقدر ان هي تمتص في الجسم، مش هتقدر ان هي تطلع بره الجسم، تمام. طيب فاحنا ايه اللي ربنا خلق لنا؟ ايه خلق لنا في البنكرياس؟ حاجه اسمها بنكرياتيك انزيم، تمام. سوري، بنكرياتيك لايبيز. حتى من كلمه لايبيز جايه من كلمه ليبيد، بتكسر الليبيد. فهي بتكسر الليبيد وبتخليه بصوره جليسرول وبصوره فري فاتي اسيد، بحيث ان هما يقدروا يطلعوا للدم، تمام. وبعد كده بطريقه ما بيتجمعوا وبيروحوا ايه، كل ده هنتكلم عليه في الليبيد ميتابوليزم، مش موضوعنا حاليا. بس انا عايزاك تفهم القصه دي، وعايزاك تفهم كمان ان اللي بيحفز ان البنكرياتيك لايبيز ده يشتغل،
تمام، ان بيحفزه ان هو يشغله هو البايل سولت، هي البايل سولت. تمام، هي طبعا مش بتحفزه في البنكرياس، هي بتحفزه هنا. تمام، بس يعني ايه البايل سولت؟ ايه البايل سولت دي؟ جايه من البايل داكت. البايل داكت ديت اللي هي ايه؟ ديت اللي هي المراره اللي موجوده في الليفر. تمام، ففي كده ايه، في ضغط كده هي بتنزلها، وبالتالي هي بتنزل الانزيم بتاعها، فبتحفز فيها البنكرياتيك لايبيز، فيشتغلوا على الدهون هما الاثنين، او يعني البنكرياتيك لايبيز اللي اتحفزت بالبايل سولت، فبالتالي تمتص. احنا كده خلصنا تاني حاجه اللي هي البنكرياتيك لايبيز. تالت حاجه هنتكلم عليها هي الهيدروجينيشن. انت مش مطالب بحاجه في الاستراكشر الهيدروجينيشن، بس لازم يعني تفهم بس الفكره بتاعتها ان ايه الهيدروجينيشن دي. احنا بنجيب الفيجيتابل اويل، تمام، اللي هي دهون النبات، تمام، او الزيوت النباتيه، وبنعمله هيدروجينيشن بوجود الميتال كاتاليست، تمام، زي النيكل مثلا. تمام، فبيطلع لنا ارتفيشال فات اللي هي الدهون المصنعه. خلاص كده، ديت الفكره فيها، لكن انت مش مطالب بحاجات كتير منها. طيب، عندي بقى النوع الثامن وهو اد الهالوجين تو اويل. احنا ليه بنضيف الهالوجين تو اويل؟ هي الفكره كلها ان انت بتضيف الهالوجين للاويل. مش كده بقول دي اصعب واحده، ان هي تفكيرها عميق شويه، بس الفكره بتاعتها برضه مش هتسال منها كتير غير بشكل عام، ان احنا بنجيب فاتي اسيد عباره ان هو دبل بوند فيه 2 رابطتين، تمام كده، وفي الرياكشن ده خلاص احنا بنعرف الديجري بتاعت الانساتوريشن بتاعت الاويل. يعني ايه؟ يعني انا هقول لكم يعني ايه، هقول لكم سريعا كده يعني ايه، عشان ايه ما اكونش انا بقول اي حاجه بتنطق يعني سريعا. دلوقتي احنا مثلا عندنا ادي فات اهو، على حسب ايه بقى البوند بتاعته، بس هو فيه دبل بوند، ده اللي يهمني. خلاص، في ايه؟ في دبل بوند اهو، ده سي او، ده سي اتش، اوكي، ده سي اتش، ده سي اهو، ادي سي اتش وده سي اتش، والاثنين فيهم ايه؟ فيهم دبل بوند، اوكي. طيب، فاحنا عايزين نعرف الديجري بتاعت الانساتوريشن بتاعت الاويل دي، تمام، فيها كام من الدبل بوند دي. خلاص، فاحنا بنحط عليها هالوجين. تمام، طيب بنحط هالوجين ايه؟ الهالوجين ده ممكن يكون يود، تمام كده، ممكن يكون يود كمثال، فادي اليود اهو. خلاص، طيب فكل ما يكون في دبل بوند كل ما اليود ده هيمسك، يعني احنا هنمسك اهو، تمام، اهو، يبقى ادي اهو واحده وادي اهو واحده، يبقى انا كده قدرت ان انا اعرف ان احنا عندنا في دبل بوند اهي واحده لان مسكت فيها اليود، فكل ما احط يود اكتر وكل ما هيمسك يبقى احنا هنعرف ان ده فيها دبل بوند ولا لا. يبقى الفكره ان احنا في الاديشن بتاعه الهالوجين بنحطها في البوزيشن بتاعه ايه، هل مثلا بتتحط في الدبل بوند ولا بتتحط في سنجل بوند؟ لا، هي تتحط في الدبل بوند، يبقى المعلومه عندنا اهي. طيب الرياكشن ده بنعرف فيه ايه؟ بنعرف فيه الديجري بتاعه الانساتوريشن بتاعه الفات. ازاي؟ عن طريق نحط اي ماده من الهالوجين، زي ايه؟ زي اليود. خلاص، على اهم حاجه بقى عندي في كل اللي احنا بنشرح فيه ده كله، وهو الرانسيديتي، ان نقول الزيت ده فيه تزنخ او زيت مزنخ. يعني ايه الكلام ده؟ كلمه مزنخ يعني معناها، او رانسيديتي معناها ان هو اتغير في ريحته، الزيت اتغير في ريحته، واتغير في ايه؟ في طعمه بقى لاذع كده وريحته وحشه، يعني ريحته غريبه، عامل زي زيت العربيات كده. تمام، وعلى فكره عايزه اقول لكم على حاجه، ان ساعات بيبقى عربيات الفول بتستعمل الزيت ده، تمام، وبيبقى ليه طعم على فكره حلو انا ما دقتوش، بس يعني ايه، في ناس بتقول عليه كده يعني. تمام، طيب الزيت ده او النظريه بتاعت الرانسيديتي ديت، تعالوا نشوف تعريفها. تشينج في الاودر اند التست، يبقى لازم يبقى هو تغير في ايه؟ في الريحه وفي الطعم، تمام، سواء كان اويل او سواء كان فات، دي فات اوكي دي اف. طيب باي اكشن اوف ايه؟ عن طريق ايه؟ عن طريق بكتيريا، يبقى ادي اول حاجه، اول شرط، واكسجين ده تاني حاجه، ومويستر ميه او ترطيب، يبقى دي تالت حاجه. حلو الكلام. طيب سهل قوي التعريف، قوي قوي قوي. طب تعالوا نشوف بقى ايه العمليه دي بتحصل ازاي. بيقول لك والله احنا في كتب بتقول لك عليها تايبس اوف رانسيديتي، وفي كتب بتقول ان دي مراحل، لكن هي عموما دي مراحل، حتى لو في كتاب مكتوب عليها تايبس فدي عباره ان هي مراحل مش انواع. طيب اول حاجه هيدروليتيك والاوكسيديتيف. الهيدروليتيك سهله قوي، سهله ايه؟ هي المرحله الاولى وهي دي اللي هي البكتيريا، تمام، يبقى ان انا عندي بكتيريا، خلاص، البكتيريا دي هتنتج، تمام، فاتي اسيد، خلاص، وهتنتج ايه كمان؟ جليسرول. حصل الكلام ده عن طريق البكتيريا، وبالتالي هتخلي طعمها وحش، او سوري طعمها لاذع وريحتها وحشه عن طريق البكتيريا دي. وبعد كده هنيجي للمرحله الثانيه اللي هي الاكسيديتيف. بتتعمل ازاي؟ هي ديت اللي فيها الاكسجين. الاكسيديتيف دي احنا عندنا، انا كتبتها عشان انجز كده عليكم، ان احنا عندنا فيها بينتج من العمليه دي 3 حاجات، بيروكسايدز، تمام، وفاتي اسيد الدهايد، والداي كاربوكسيليك اسيد، دي اخر مرحله. طيب تعالوا كده نركز مع بعض. احنا عندنا فاتي اسيد
تمام. الناتج عندي اهو في دبل بوند، اهم حاجه يكون في دبل بوند. حطينا عليه اكسجين، خلاص الاكسجين اهو مسك برابطه هنا ومسك برابطه هنا، يبقى ايه ده ثواني، يبقى دي اللي اسمها بير اوكسايد. شايف الاصفر هيبان ولا لا؟ بس ده البير اوكسايدز اهو. يعني ايه بير؟ يعني كل واحده فيها اكسجينيه. طيب بص عشان هنا مش مكفف، انا عملت السهم كده. السهم ده ايه اللي هيحصل فيه؟ هيحصل حاجه اسمها كليفج، هيتقسم. تمام. هيتقسم ازاي؟ بدون اي حاجه، بدون اضافه اي حاجه. تمام كده. شوف معايا كده، هينتج عندي ماشي ادي الار على حسب ايه المكون بتاعي، وادي الايه السي اتش او. تمام. وعندي هنا ايه السي او اتش ماسكه في السي اتش او اهي. تمام. يبقى زائد دي الرابطه الثانيه سي او اتش اهو، وادي السي اتش او. خلاص يبقى الفاتي اسيد الدهايد اهي. طيب فايه اللي هيحصل؟ شوف بقى النتيجه ان انا هعمل ايه؟ اوكسيديشن، فهيطلع شكله بالطريقه دي، فبقى اسمه ايه؟ داي كربوكسيليك اسيد الدهايد. داي كربوكسيليك اسيد الدهايد ديت الطريقه بتاعت الرانسيديتي. طيب في شويه معلومات عن الرانسيديتي ديت لسه هنتكلم عليها. يبقى احنا اول حاجه اتكلمنا عليها ان الديفينيشن، وتاني حاجه اتكلمنا على التايبس او المراحل بتاعته اللي هو هيدروليتيك والاكسيديتيف. بعد كده اتكلمنا على الاكسيديتيف بطريقه ايه؟ مفصله. طيب تعالوا نعرف ايه هي الافكتس بتاعه الرانسيديتي. تمام كده. يعني واحد لو كان الرانسيديتي ده ايه اللي هيحصل فيه. تمام. وايه هي البروتكشن اجينست للرانسيديتي، ازاي نحافظ ان الزيت ما يحصلهوش يتزنق بالطريقه ديت. يلا بينا. ممكن يعمل فيها ايه؟ والله اول حاجه بالخط كده الاحمر العريض الكبير هو توكسيك. ممكن والله يعمل لي حاله تسمم، ممكن بطنك توجعك بقى وايه ويحصل مشكله يعني. تمام. وديت اول واحده. طيب لو عديتي منها ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان هي تكسر الفاكتورز المهمه في الفود زي الفيتامين A فيتامين C والاسينشال بتاعت الفاتي اسيد. يبقى هو بيكسر تمام الفاكتورز المهمه بتاعت الفود زي ايه؟ زي الفيتامين A والفيتامين C وكمان الاسينشال بتاعت الفاتي اسيد، الحاجات المهمه بتاعته. تمام كده. طيب دولت الافكتس بس بتاعته نقطتين. طيب ازاي احمي نفسي او احمي الزيت بتاعي؟ احمي نفسي ازاي؟ هحمي الزيت بتاعي من ان هو يحصل له الرانسيديتي دي. يقول لك بمنتهى البساطه والذكاء، يعني هو الرانسيديتي دي عباره عن ايه؟ ايه تعريفه؟ يلا تعريفه ان هو بكتيريا جت عليه صح، ففصلت الفاتي اسيد والجليسرول. تمام. وبعد كده جت الاكسجين عملت عمليات كتير جدا، فاحنا عايزين ان احنا نمنع البكتيريا ديت، وعايزين ان احنا نمنع عمليه الايه. الموبايل فصل مني. طيب يبقى احنا اتفقنا ان احنا هنحاول ان احنا نلغي البكتيريا ان هي ما تجيش على الزيت وكمان الاكسجين. طيب ازاي نعمل الكلام ده؟ والله حضرتك مش عايز البكتيريا تيجي عليها، يبقى بمنتهى البساطه انت ممكن تحطها في كولد بليس. تمام. نحطها في مكان بارد علشان ما يربيش بكتيريا. تمام. طيب ازاي ما نخليش فيه اكسجينيشن؟ في كذا حاجه. اول حاجه ممكن احنا نحطها في مكان مقفول. تمام. مكان مغلق او يعني نحطها في علبه مقفوله عليها يعني، ونقفلها جامد بحيث ان هو ما يدخلهاش. وممكن ان احنا نحط بدل يعني ممكن نحط فيها كمان انتي اوكسيدنت. تمام. انتي اوكسيدنت، اي انتي اوكسيدنت. تمام. وده اصلا اللي بيستخدموه، خدوا بالكم في الحاجات اللي هي بتاعت السكين كير وكده. انتي اوكسيدنت زي ايه؟ زي الفيتامين اي. فيقول لك احنا هنستخدم الفيتامين اي كانتي اوكسيدنت وكمان كحاجه صحيه. احنا كده خلصنا الحاجات بتاعتنا او الصفات بتاعت النيوترال فات، البروبرتيز بتاعت النيوترال فات. اتكلمنا على 9 حاجات، في منهم حاجات بالتفصيل، في منهم حاجات كده بسيطه. تمام. كده احنا خلصنا ده بارت 2 زي ما فكرتكم. خلصوه بقى وادخلوا على بارت 3. تمام. وان شاء الله اكمل السلسله قريب. لو التعليقات الايجابيه بتفيدني جدا جدا جدا، لان هي بتديني طاقه ان انا اكمل. ولو في اي حاجه مشكله قولوا لي برده عليها في الكومنت. وي باي.